أهلا بيكم في كبسولة لطف. البودكاست اللي فات سمعنا السنبلة السبعة، وهي كانت آخر سنبلة في القسم الأول من الكتاب. والبودكاست دوت هنبدأ سوا القسم التاني من الكتاب بعنوان أخر يابسات. اليابسة الأولى: سنبلة وحيدة في الصحراء، وهي الوحدة. محتاج لحد أكمله وأكمل معاه. الوحدة تأتي مع الحياة. الوحدة، وما أدراك ما الوحدة؟ يا بتختارها بمزاجك يا بتختارها غصب عنك. شبح بيطاردك، هاجس بيخليك مش متزن نفسيا. ممكن إحساسك بالوحدة يكون بسبب غياب شخص واحد، وتبقى مستغرب ازاي الناس دي كلها حواليك بس انت فاضي من جوه، حاسس انك تايه في مولد الناس والحياة، قاعد معاهم بس روحك مش معاك، مطفي ومش عارف تحس بحاجة، مش مستطعم حياتك، زي ما تكون الحياة وقفت عند لحظة معينة. حتى الوحدة اللي انت بتختارها بمزاجك، انت ما بتبقاش اخترت الوحدة، انت بتبقى اخترت كرامتك. غبت عشان تشوف مين اللي هيفتقد وجودك فعلا، عشان تعرف مين اللي هيسأل عليك. غيابك ما كانش اكتر من مجرد فلترة لقائمة الناس اللي في حياتك. انما انت ورغم احساسك انك مرتاح بالوحدة وانك كده مبسوط وبالك رايق، مجرد حلاوة روح، انت مرتاح بس عشان بعيد عن الناس الغلط. لكن لو انت محاط فعلا بالناس اللي بتحبك وبتقدم لك الدعم النفسي وبتسمعك وقت ما تفضفض، فانت اكيد مش هتبقى مرتاح في الوحدة ولا هتحبها. بس بيجي عليك وقت بتبقى عايز تمشي، تقول كفاية، انا بعمل ايه هنا؟ بتحس فجأة ان ده مش مكانك، وانك لازم تخرج من كل العلاقات اللي بتسحب من طاقتك وبتاكل روحك. مفيش حد يقدر يعيش لوحده، انت هتاكل وهتشرب وهتروح شغلك وهتقضي ايامك، من الاخر يعني مش هتموت. وكده كده زي ما بيقولوا الحياة بتستمر. يمكن وحدتك تقربك من نفسك اكتر، يمكن تخليك تستثمر وقتك في قراية كل الكتب اللي جبتها، كل الافلام اللي ما كنتش فاضي تشوفها. وبعد فترة تلاقي نفسك اتعودت على كده، فتنزل تقعد مع نفسك على القهوة بعد ما كنت بتنزل مع صحابك، بتاخد كورساتك لوحدك من غير ما تستنى ان حد يشجعك، تشتري لبسك مع نفسك من غير ما تاخد رأي حد، تروح للدكتور من غير ما تاخد حد معاك. وبتعمل كده بنفسك ولنفسك عشان انت فعلا ما عندكش حد. مرة واحد قال لي هيجي وقت تتمنى فيه ان حد يسألك ازيك. ليا صديق كان بيحب مراته جدا، وبعد ما انفصلوا بفترة قلت له ما بتفكرش ترجع؟ قال لي تصدق اني مش مفتقد حبها ليا قد ما مفتقد سؤالها عني. وقال لي يا اخي انت بتحتاج حد يقولك انت كويس، انت كلت، سرحان في ايه، طمني عليك، محتاج شوية ونس، محتاج تحس انك مهم في حياة حد. احمد حلمي في فيلم اسف على الازعاج لما منة شلبي قالت له امشي، قال لها مش هعرف عشان هبقى لوحدي، وانا مش عايز ابقى لوحدي. عبد الرحمن الابنودي في قصيدة العامة يا منى بيتكلم عن الوحدة اللي بيمر بيها الانسان في اخر حياته، بيقول طب انا ليا 6 سنين مزروعة في ظهر الباب، لما طلوا عليا احب ولا اغراب. وقال كمان لو جاك الموت يا وليدي موت على طول. اللي اتخطفوا فضلوا احباب صاحيين في القلب كأن محدش غاب، واللي ماتوا حتة حتة ونشفوا وهم حيين، حتى سلام عليكم مش بتعدي من بره الأعتاب. كأن الموت وانت صغير أهون من انك تكبر وتعيش لوحدك. أنا عن نفسي ما بعرفش أعدي الجملة دي، بتلخص كل حياتي تقريبا. ظروفي الصحية أجبرتني إني أبقى دايما محتاج حد يساعدني وأنا بمشي، وأنا بطلع السلم، وأنا بلبس الجزمة. ما بعرفش أشيل حاجة تقيلة، ما بعرفش أقف في طوابير. محتاج حد يقولي رأيه فيا ويجاملني عشان ثقتي في نفسي ما تتهزش. محتاج حد يعديني طريق الحياة، حد يحسسني بقيمة وأهمية الشراكة، حد أبقى أنا كل حاجة في حياته، حد يحطني رقم 1 في أولوياته، حد يحسسني إن محور يومه. وزي ما قلت قبل كده في أغنية مطلوب حبيب، يقاسمني في دموع الفرح، ضحك العزا،
والصمت والخوف والبكا والاحتياج والنرفزة. تبقى بتتسحل في شغلك وبتنجح وكيانك بيكبر وبتحقق ذاتك وفخور بنفسك، بس برضو محتاج تسقيفة ست واحدة، محتاج تروح تترمي في حضن، محتاج حد تقلع وشك قدامه، تعري روحك من غير حساب، حد يعرفك بكل الندبات اللي في روحك ويحبك زي ما انت وخلاص. الفنان الراحل فؤاد المهندس في لقاء مع مفيد فوزي كان بيقول بمنتهى العفوية والبساطة اللي في الدنيا: أنا بدلع نفسي كل يوم، مش لاقي حد يدلعني، أنا بدلع نفسي. بدلع نفسي الصبح، أقعد أبص لنفسي وأقول إيه يعني هنعمل إيه النهاردة، يعني أبص لنفسي وأبص لعيني وأبص لمناخيري أنا مناخيري معلش ورمة النهاردة شوية، إنما معلش. الحنان بيديني طاقة، الحب بيديني طاقة، الدلع بيديني طاقة. كل الحاجات دي، كل الحاجات الآمنة اللي فيها رفاهية العواطف، فاهم؟ ده بيخليني أنا في أحلى وقتي وفي أوج قوتي في الفن. فرد عليه مفيد فوزي وقال له: انت عارف ان انا اسمح لي يعني اكتم انفعالاتي، لكن مش متخيل خالص ان فؤاد المهندس، هذه القمة المصرية العربية، بيدلع نفسه. مش ممكن، يعني فؤاد المهندس مفيش في حياته انسان يدلعه ويهننه ويطلع كل اللي في قلبه من المخزون العظيم ده؟ ده معقول؟ وفجأة فؤاد المهندس قال له: انا ملقتش حد يدلعني يا استاذ مفيد، ملقتش حد يدلعني، مفيش حد استناني على الغدا. وبعدين كتم دموعه وكمل كلامه وقال: بدلع نفسي، انا محتاج ده، طبيعتي كده. كانت امي الله يرحمها تدلعني، وكان بابا الله يرحمه يدلعني. وعارف فؤاد، عارف فؤاد ينتج منين، ينتج ازاي؟ وامي كانت كده، عارفاني تماما. صفية اختي ساعات تدلعني بس مش فاضية علشان عندها بيتها واولادها وجوزها. يعني انا القريبين مني قوي يحاولوا يدلعوني، بس انا مفيش حد جوايا جنبي شريكة لحياتي. ريتشارد باتش قال: عكس الشعور بالوحدة ليس التواجد سويا، لكن الألفة. انت هتفضل حاسس بالوحدة طول ما انت في المكان غير المناسب، طول ما انت في الدايرة غير الآمنة، طول ما انت مع الناس اللي مش شبهك، طول ما بتحاول تتأقلم على أوضاع أو أشخاص انت مش حاببهم ومش حابب وجودهم في حياتك. عشان ما تحسش بالوحدة لازم تحس انك لايق على شغلك، على صحابك، على الناس اللي بتقابلهم كل يوم. الأبنودي في قصيدة جوابات حراج القط كان بيوصف إحساس العامل الصعيدي وهو مسافر يشتغل في السد العالي وسايب بيته وعياله. بيوصف الغربة اللي بيحسها الإنسان وهو بعيد عن الناس اللي منه، فقال: عارفة يا مرتي الراجل في الغربة بيشبه ايه؟ عود ذرة وحداني في غيط كمون. الوحدة والغربة وجهان لعملة واحدة، هي احساسك انك مش شبه المكان اللي انت فيه بس مش عايز او مش قادر تمشي. الشاعر نبيل عبد الحميد اتكلم عن دايرة الصحاب اللي بتتفركش بعد ما مرحلة الجامعة بتخلص، وكل واحد بيتسحل في دايرة اكل العيش والحياة. في قصيدة كنا سبعة ويا بعض نروح ونيجي اي وقت واي حتة، جامعة ماشي، قهوة ماشي، اي هلس ورمي جد. بس من بعد الشهادة كله كان عمال يعافر، شال هدومه وراح مسافر، خد هدومه وسابنا ستة، ساب جاكيتة لواحد فينا وقال له ذكرى، رد قال له عمري منساك يا صديقي، شالها عنده يوم جوازه كان لابسها وسابنا خمسة. فات شهور وعملنا حادثة كان سببها الصربعة، طش شباب وهزار سواقة وضحك فاضي ومرقعة، والتمن كان حد غالي، مات وسابنا 4. صدمة كانت مفجعة، لما فوقنا قالولنا مات، واما واحد فينا كمل باقي عمره بعكازات، كان بيمشي تاتا تاتا، والألم خلاه يسيبنا للخطاوي احنا التلاتة، بالمعارف والوساطة والرشاوي والهدايا. جاله تعيين قبلي، راح مسافر وساب واحد معايا، والنهاية نيجي نقعد على القهوة، نيجي نحكي كل فين وفين،
والمسافة تزيد ما بينا، والشهور بتجيب سنين. باقي مين غير حنين الروح ودمعة، وصورة كانت باقية عندي، وافتكر لو شفت جامعة ولا جنب القهوة عدي، ان احنا كنا 7 واني في الاخر لوحدي. ودي الحقيقة، كده كده هيجيلك وقت تحس فيه انك لوحدك، والمرة دي مش بمزاجك، هيبقى غصب عنك. بطبيعة الحال الدنيا تلاهي، وكل واحد عنده اللي يخليه مشغول عن التاني مهما كان بيحبه. وعشان ننجو بأنفسنا من قلبة الأيام والوحدة اللي في آخر الرحلة، لازم نحوش حد للزمن، شريك للحياة، يفضل معانا لحد ما ندبل مع بعض، نكمل معانا لآخر يوم نعيشه، ويبقى هو ده تحويشة العمر كله، نقطة من أول الناس. وبكده نكون سمعنا اليابسة الأولى. ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو، سبسكرايب للقناة، وتفعلوا الجرس عشان يوصل لكم كل يابسة جديدة.